اخيرا وصل الوقت باش نفرح الوالده ونفاجئها بمنزل بسيط. لحظه العمر بدات قبل 4 اشهر. مامي يدي كانت مليحه في وقتها، المنزل كان فارغ، كنت نراقب الاشغال ونعاون الشبيبه ونتخيل كيف راح تكون النتيجه. كامل الوقت كنت نقضيه هكذا بلا ما يعرف حتى واحد، وندعي باش تكمل بالخير. كيما كان الحال بدات تبان النتيجه. كان لازم نروح الى محل تكسامهم في القبه باش نخير الرداوات. لقيت عندهم كل الالوان والانواع، خيرت اللون المفضل لامي، حاجه ما خساره فيها. لقيت ايضا عندهم الصالونات والطابيات شابين، قلت نجيب كلش من عندهم، يخدموا لا وطقه. صراحه كثر خيرهم عاونوني بزاف. جاو هما ركبوا لي في الدار تاني، ما خرجوش حتى رجعوها عروسه. فريق محترف من كل النواحي، هذه غير البدايه. اتصلت بشركه لينيو باش يتكفلوا بكل شيء متعلق بالمابل اللي تتخيلها في عقلك، يخدموها لك. اقصدهم بر. المفاجاه كانت في مابل شوسير، خدموا لي اجمل واحد عندهم، من اوائل اللي يخدموا في الجزائر. حط فيه صبابط وفي نفس الوقت فيها مرايه واسعه وشابه ما شاء الله. خيرتها لانه على بالي ماما تحب كلش منظم، خرجت نشبه لها. في هذوك الايامات كنت مرهق بزاف، نسهر ونوض بكري، بدعاوي الخير كنت نمشي. اللحظه الاخيره باش تكمل المفاجاه تسيلت كفلت بها. كل ما يخص الكتروميناجي جبتهم من عندهم، عجبتني المعامله والجوده، ما من الاسعار في المتناول. كل الحسابات اللي عاونوني راهم في الديسكريبشن. نشكر كامل صحابي اللي عاونوني في فرح الوالد. كتبت لها رساله جميله ومعبره ووجدت لها المفتاح ديالها. لكم ان تتخيلوا ردة فعلها، امك ثم امك ثم امك. ربي يرحمك بابا. ربحوا من الوالدين، دنيا صغيره. باركوا لي في التعليقات. سلام.